السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين الفيديو بتاع النهارده فيديو مختلف شوية. النهارده احنا مش هتكلم على منحة واتكلم على طريقة دخول المانيا، انا هتكلم على حاجة مهمة جدا ان انت تجهزها لنفسك قبل ما تيجي هنا، وهو ازاي ان انت اصلا تكون متجهز نفسك بقى، مش انك مجرد تكون عندك المتطلبات اللازمة للبرنامج، سواء كان معاك لغة بقى او معاك حساب بنكي او الفلوس اللي جاهزة او التذكرة او متطلبات السفارة، ولكن محتاج ان انت تكون كذلك مجهز نفسك عقليا ونفسيا ودينيا، لان الحياة هنا مختلفة تماما عن بلادنا العربية، وده ممكن يخليك ان انت تفشل في التجربة بتاعتك في السفر، سواء كانت دراسة او سواء كانت عمل. خليني اقول لك الاول ليه مهم ان انت تتفرج على فيديو زي ده. فيديو زي دوت انا ما لقيتش حد ان هو يسمعني معلومات زي كده في بداية الطريق، وتعبت جدا في الاول، وللاسف شفت تجارب صعبة مرت عليا وعلى ناس حواليا، فبالتالي انا جات لي فكرة هذا الفيديو اللي انا اقول لك انت محتاج تجهز نفسك ازاي. فخلينا نبدأ الأول بالجزء النفسي. ألمانيا بتعتمد، أو عامة الدول الأوروبية بتعتمد على النظام في كل حاجة، والنظام ده بيبقى كويس جدا في أوقات كتيرة، لكن بيخليك دايما محطوط تحت ضغط. الضغط ده بيخليك دايما بتجري، فمثلا بيبقى عندك ميعاد مكتب الأجانب النهاردة، عندك ميعاد بكرة في الريجستريشن بتاع الشقة، وبتدور على شقة، بعد ما تلاقي شقة بتحتاج إنك تجهز الشقة، بعد ما تجهز الشقة محتاج إن أنت تشوف الخطوة اللي جاية، وهكذا. فبتفضل حياتك دايما متسارعة. لو أنت جاي هنا على دراسة كذلك الموضوع بيبقى صعب جدا، عادات جديدة، مجتمع جديد، متبقاش عارف تعمل ايه، فده طبعا بيأثر عليك جدا في الجزء النفسي، خاصة ان مثلا زي ما انت شايف كده في الشتاء بتحتاج انك تاخد فيتامينات د، لان احنا في بلدنا العربية في شمس اوريدي، فما بنشعرش بالشعور بتاع نقص فيتامين د ده بسبب قلة الشمس، فبالتالي بقى في نسبة اكتئاب اكتر، في نسبة انك عاوز تقعد في البيت اكتر، درجة حرارتك صفر وانا بصور لكم في البلكونة، فانا اصلا سقعان بس بضغط على نفسي عشان خاطر اعمل ده. ومشكلة الاكتئاب النفسي عامة اللي هو ممكن يؤدي للانتحار، وده حصل للأسف مع طالب معايا في الجامعة، وأنا في الجامعة كان في فترة الكورونا، كان فترة ضغط جدا، والامتحانات كانت ورا بعضيها، وكنا فعلا مضغوطين بشكل مبالغ فيه. واللي حصل ان كان معانا ولد عربي من أم فرنسية، ولكن كان بيدرس معانا في البرنامج، وكان طبيعي جدا، كان بيبتسم في وشنا، وكان الدنيا جميلة، وبنحضر مع بعض المحاضرات، وفي مرة واحدة لقيناه طلع فوق المبنى بتاع السكن الطلابي ونط من فوق، لانه قرر هو ينهي حياته، لانه مش قادر يستحمل الضغط بتاع الجامعه. حل الموضوع دوت ان انت يبقى عندك جدول كويس واضح تقدر انت ترتب بيه اولوياتك، ما تحطش نفسك دايما انك مضغوط، لان احنا مشكله برضو اللي احنا في مجتمعاتنا العربيه متعودين على الضغطه، متعودين على الديدلاين، متعودين احنا نسلم الحاجه قبلها بما فيش، فحاول انت دايما تدي نفسك وقت اكتر ان انت تعرف تشتغل على الحاجه اللي مطلوب منك. كذلك دايما حاول ان انت تلجا للمساعده لما تبقى حاجه واقفه قدامك، حاول انك تلجا للمساعده، سواء كان عندك اصحابك او الناس اللي حواليك او حتى النظام الالماني، لان هنا في خدمه نفسيه تقدر انت تسال الجامعه بتاعتك او الشركه بتاعتك، والله انا بعاني من ضغوط حاليا ومحتاج حد يعني اتكلم معاه او اسمع له او يسمعني، سوري. فكل ده يبقى متاح، حاول انت ما تسيبش نفسك النقطه دي. فالجزء النفسي مهم جدا، انت تبقى مهيئ ان هيحصل لك هنا ضغط. المانيا مش اللي هي المكان الجنه اللي خلاص ههرب بقى فيه من التوتر بتاع مصر، لا، هنا التوتر بشكل مختلف. اليوم الحمد لله طويل، تعرف انك تنظم فيه وقتك، تعرف تنظم فيه الحاجات اللي وراك، لكن بيبقى دايما وراك حاجات، دايما مضغوط بحاجات وراك، ودايما عندك شيء في مواعيد ناقصه، في ورق هينتهي، وهكذا. وده ينقلنا للنقطه الثانيه، هي عقليا. عقليا انت لما بتيجي هنا المانيا بتبقى جاي بالعادات والتقاليد بتاعتك، وده طبيعي جدا، لان العادات والتقاليد بتاعتنا هي اللي بتمثل شخصيتنا. يعني انا كمصري مجرد ما اقول انا مصري على طول بيجي في خلفيه الناس كلها ايه؟ الكشري والطعميه والحاجات المصريه الجميله دي، لان ده جزء من عاداتنا وتقاليدنا، وجزء من شخصيتي اللي انا البيئه اللي انا تكونت فيها او ترعرعت فيها او كبرت فيها، فده طبيعي جدا. لكن اللي بيحصل هنا ان انت بتيجي بتصطدم بطريقه تفكير مختلفه، طريقه تفكير انت كنت اوريدي اصلا مش متخيل ان في حد بيعمل ده. يعني ايه في شواذ؟ يعني ايه في اختلاط بهذا الشكل؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ هتلاقي نفسك بتسال علامات استفهام كتيره جدا. مشكله علامات الاستفهام ديت ان انت لازم تلاقي لها اجابه، لانك لو ما لقيتلهاش اجابه للاسف هتضطر ان انت تشغل دماغك بس وتسمع كلام دماغك اللي هي بتقوله لك، فده هيؤدي لحاجات كتيره سيئه. اقصى حاجه ممكن توصل لها وهو واحد مصري اعرفه وابوه وامه ما شاء الله عليهم متدينين، لكن للاسف هو الحد، لان هو شايف ان مفيش لازمه من الاله، او الموضوع كله شغال بالمنطق، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. فطريقه التفكير دي لو الشخص ده ما كانش جه المانيا اصلا ما كانش هيقدر ان هو اصلا يجي له الفكره بتاعه الالحاد، لكن هو دلوقتي بقى عنده كل حاجه متاحه وكل حاجه جايه بالفلوس، يبقى
الفلوس تقدر تعمل كل حاجه، يبقى انا ليه مش محتاج يبقى فيه حاجه اسمها رب او دين. وده ملوش علاقه بالدين، لكن له علاقه بطريقه التفكير. فعلشان خاطر نحل الموضوع ده محتاج يكون عندك هدف، محتاج يكون عندك غايه كبيره انت بتسعى ليها، مش مجرد فلوس. الفلوس بتروح وتيجي، لكن الغايه دي هي بتقدر قيمتك كشخص، والقيمه دي هي دي اللي انت بتحطها في دماغك. انا والله قيمتي تساوي كذا، انا شخص اوريدي كنت ذكي وهفضل ذكي، وانا كنت مميز بين اصحابي في مصر، يبقى هقدر اكون مميز هنا. مفيش حاجه اسمها اللي هو هم احسن مني او هم بيفهموا احسن مننا، لا، احنا الحمد لله دايما تبقى عندك ثقه في نفسك، والثقه في نفسك هي اللي هتخليك تحسن طريقه تفكيرك، واللي هتثبتك على موقفك. وثباتك على موقفك وثباتك على عقيدتك ده هو اللي هينقلنا للنقطه الاخيره والاهم، اللي انت لو ما قدرتش تحضر نفسك ليها، انا انصحك بشكل مباشر انك ما تجيش اصلا المانيا او ما تسافرش من بلدك. وهي دينيا، انت لو جاي فعلا ما عندكش عقيده واضحه عن الاسلام، ليه انت مسلم، مين خلق ربنا، ليه هو القران، حاجات اساسيه. لان للاسف في مجتمعاتنا العربيه احنا مولودين مسلمين، لان ابونا وامنا مسلمين، فبالتالي بقينا مسلمين. فبالتالي انت ما عندكش امكانيه ان انت تفكر خارج الاطار المخطوط ليك. فقبل ما تيجي هنا وتسمع الشكوك وتسمع الحاجات اللي هتشككك في دينك، وانت اوريدي لو بحثت شويه هتعرف ان الحاجات دي كلها ليها اجابات، محتاج ان انت تعرفها الاول في بلدك. محتاج ان انت قبل ما تيجي هنا تبقى عندك فعلا الوعي الكامل بانت ليه مسلم، وايه هي البيئه اللي انت داخل عليها اللي ممكن تاثر على دينك. وانا اذكر ان انا قبل ما اجي المانيا هنا كنت بشوف فيديوهات يقول لك والله يعني انت لو جيت المانيا هنا اعمل حسابك ان الجيل الثالث مش هيبقى مسلم لو انت قررت انك تستقر، والجيل الثاني مش هيبقى مسلم، وممكن يحصل معرفش ايه، والبنات هتربيها ازاي في الغربه هنا، وهكذا. كل الكلام ده كله انا شفت الاسوأ منه للاسف. انا شفت الجيل الاول نفسه ما بقاش مسلم. انا عندي واحد اعرفه كان اسمه احمد وكان مسلم وجاي من اسره مصريه تركيه، واول ما خد الجنسيه الالمانيه غير اسمه بقى ماثيو عادي جدا، وما بقاش له علاقه بالاسلام ولا بيصلي ولا اي حاجه خالص، لانه هو شايف ان هو كده هيبقى احسن لو غير اسمه وبقى شخصيه تانية بالكامل عشان يقدر يندمج ويكون عضو في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده. مفيش مشكله انك تكون عضو من المجتمع، مفيش مشكله انك تندمج في المجتمع الالماني، لكن لازم تحافظ على هويتك وتحافظ على شخصيتك. والحل بتاع الموضوع دوت بسيط جدا. الصحبة دايما هي الساحبة. الصحبة سواء كان في مسجد، حاول دايما يبقى ليك مسجد، حاول تحافظ على صلاة الجمعة في الغربة، حاول يبقى ليك أصدقاء من المسجد. للصحبة اللي انت معاك حاول هم دايما يذكروك بالله ويفكروك ان احنا في الأول والآخر هذه دنيا، واحنا بنسعى في الآخر للآخرة وفي أهداف جميلة. حاول ان انت لو تقضي رمضان هنا في الغربة يبقى ليها طقوس معينة، ما يبقاش زي أي يوم في السنة. كذلك حاول تحافظ على مظهرك الإسلامي، يعني حاول تحافظ دايما ان انت تكون صورة جيدة للإسلام. وانت لو حطيت الموضوع بتاع ان انت تكون صورة للإسلام في ذهنك، ده هيخليك ان انت تبطل او تبعد عن حاجات كتيرة جدا سهل ان انت تقع فيها، لان هي هنا عادي ان ممكن واحد يعمل حاجه زي كده. لكن طول ما انت حاطط ان انت لا، انا اسمي عبد الله، انا عبد لله، والله يراني في كل موقف من مواقف حياتي، ده هيخليك تقف واقفه مع نفسك، وهيخليك تبقى قدوه لغيرك كذلك، ان هم يعرفوا اكتر عن الاسلام ويسالوا ليه الشخص دوت ما بيسلمش، ليه الشخص دوت ما بيشربش، ليه الشخص دوت بيعمل 1 2 3 4 5. ولما انت بتخلي اللي حواليك يبداوا يسالوا اسئله زي دي انت كده بتفتح عينيهم لحاجات هم ما كانوش يفكروا في يوم من الايام اللي هم يسالوا عنها. ساعتها وجودك هنا في اوروبا او في المانيا هيبقى له فعلا هدف، مش بس ان انت تجيب فلوس كويسه، او مش بس ان انت تعيش حياه كويسه، لكن كذلك تكون عايش في وسط مجتمع انت مستريح فيه وحاسس انت جزء منه بالفعل. وده هو الفيديو بتاع النهارده، فيديو بسيط بحاول ان انا اقول لك العيوب اللي محدش هيقولها لك، بحاول ان انا اديك شويه حلول ليها. انا بصور في درجه حراره 0 دلوقتي، وزي ما انتم شايفين يعني ما اعرفش ظاهر في الكاميرا ولا لا، انا خلاص سقعت جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي اسئله سيبوها في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.